الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قد أوشك الوقت على النفاد، فبين يدي نفاد الوقت أقول مذكرا نفسي وإخواني دائما نرجع في كل أمورنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأذكر في هذا المقام بأن بعض الدول المسلمة يعزم القوم فيها على إحداث إضرابات، وأقول وبالله تعالى التوفيق. أنصح ألا يشارك المسلمون في هذه الإضرابات، أولا لأنها لم ترد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن فيها من المفاسد شيء كبير جدا. ثالثا أن منظم هذه الإضرابات لا تدرى هويتهم، ولا ينبغي أن يستقى الأمر ولا النهي إلا من ولاة الأمر، وأيضا من أهل العلم الراسخين الذين يعلمون بالمفاسد وبالمصالح. فلا أنصح أبدا في المشاركة في الإضرابات. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم علاج وعلاجات طيبة للأزمات التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لضيق الوقت لا يتسع الوقت إلا للتحذير من المشاركة في الإضرابات وفي المظاهرات التي لا تصلح، بل هي إلى الفساد وإلى الشر أقرب، فضلا عن كونها شيء دخيل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تصنع في القرون المفضلة. وإذا نزلت بالمسلمين نازلة فعندنا من كتاب الله أمور. عندنا على سبيل المثال لغلاء الأسعار المنتشر المتفشي من كتاب الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عندنا من كتاب الله عز وجل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. عندنا من كتاب الله عز وجل: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عندنا القنوت في الصلوات. عندنا أيضا التعاون والتكافل: من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. عندنا من سنة النبي: لا يحتكر إلا خاطئ، فينبغي أن ننهى عن الاحتكار الذي فعله أكثر التجار في هذه الأيام إلا من رحم الله عز وجل. فثم أمور وعلاجات شرعية موجودة في الكتاب والسنة للأزمات التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما مشاركة المسلم العاقل الرزين في شيء ينظمه أقوام لا خلاق لهم ولا تعرف لهم هوية وليس منشأ بديني، فلا أنصح أبدا بالمشاركة في الإضرابات ولا بالمشاركة في المظاهرات، لما تحمل هذه الإضرابات من شرور عظيمة والمظاهرات من مفاسد عظيمة والاختلاط الحابل فيها بالنابل. ولم نجد الناس أيضا أقاموا مظاهرة لإقامة دينهم، ولكن أقاموا مظاهرات للقمة عيش. فهناك علاج للقمة العيش من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فلا أنصح ثم لا أنصح ثم لا أنصح في المشاركة في الإضرابات ولا في المظاهرات، ولا تسلم زمامك لأحد، وما لك إلا رأس مال نفس واحدة فأنفقها فيما يرضي الله، واعلم من يقودك. بارك الله فيك.